التقطتها شرطة الميناء أمس، وبداخلها أكثر من 11,000 سلاح ناري. في موضوع آخر، أكد صفوة عبد الحميد نقيب المحامين ببورسعيد ورئيس هيئة الدفاع عن النادي المصري أكد أنه سيلاحق رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة والتي صدر قرار أمس بحلها. وقال عبد الحميد إن رئيس اللجنة تسبب في اتخاذ إجراءات غير مسؤولة وغير قانونية تسببت في إشعال فتنة بين جمهوري نادي الأهلي والمصري على حد وصف طبعا. وفي بورسعيد أيضا نشب حريق محدود في دار العائلة المقدسة للخدمات الملحقة بكنيسة الأرثوذكس بمدينة بور فؤاد، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق والذي اندلع أمس بسبب ماس كهربائي ولم يسفر عن سقوط ضحايا. ومعنا من بورسعيد الصحفي أحمد الجمال. أحمد، ما الذي أظهرته التحقيقات حول الأسلحة النارية المهربة وإلى أين كانت متجهة؟ نعم دينا، حتى الآن ما زالت التحقيقات جارية تحت إشراف المسؤول المحامي العام الأول لنيابات بورسعيد، حيث عينت بعد ظهر اليوم نيابة الميناء على الطبيعة واقعة ضبط 11,060 طبنجة تركي بداخل حوالي 20 قدم بميناء بورسعيد الغربي، كانت قادمة من تركيا وذاهبة في الرسالة إلى جيبوتي، بعدما تمكنت سلطات الميناء من ضبطها، حيث وجد بها 584 كرتونة تضم 20 طبنجة في كل واحدة منها، وتحرر محضر بالواقع. عفوا أحمد، إذا كانت متجهة هذه الحاوية إلى جيبوتي؟ نعم، لم تذهب هذه الحاوية إلى جيبوتي، ولكن كانت وجهتها كانت وجهتها جيبوتي. هي كانت وجهتها إلى جيبوتي. طيب. هي وردت إلى ميناء بورسعيد. طب هل هناك من أنباء أو معلومات عن من صاحب هذه الحاوية أو من الذي قام باستيرادها أو تمريرها عبر مصر؟ عرف توكيل الحاوية كما ورد بأوراقها، وهو توكيل خاص، ولكن لم يتم حتى الآن التعرف على هذه الشحنة، وما زالت التحقيقات جارية. وأود أن أقول دينا أن النظام الذي رفض به الحاوية في ميناء بورسعيد هو نظام الترانزيت، حتى يعاد إرسالها مرة أخرى إلى المنطقة التي توجهت إليها من بلد المنشأ، أي البلد التي صدرت منها وهي تركيا. وحملت الحاوية رقم 143/16-15، وكانت واردة من تركيا على التوكيل الملاحي أبل إلى جيبوتي على الباخرة التي تسمى كين بيرون، وهي كانت عن طريق نظام الترانزيت بميناء بورسعيد. طيب، ننتقل إلى الموضوع الآخر، ونقيب المحامين في مقاضاته لرئيس لجنة التظلمات السابق باتحاد الكرة، ما الذي يستند عليه تحديدا؟ نعم، صفوة عبد الحميد نقيب المحامين ببورسعيد ورئيس هيئة الدفاع عن النادي المصري قال في تصريح أنه سيلاحق التظلمات التي سبقت من اتحاد الكرة بحلها بعدما أصدرت قرارات غير مسؤولة وغير قانونية على حد وصفه. وقال صفوة عبد الحميد أن قرارات لجنة التظلمات أشعلت الفتنة بين جماهير الناديين ووصفتها بنادي الكرة، أنه والمواد ما يدين تشكيل هذه اللجنة، وأعرب عن أمله في تطبيق القاعدة القانونية، وهي أنه ما بني على باطل فهو باطل، وأن تلغى جميع قرارات اللجنة ويتم الاحتكام إلى المحكمة الرياضية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم. أكد أيضا أن ملفا قانونيا بالمستندات والدلائل عن طريق السيديهات تم تسليمه اليوم بمقر المحكمة الدولية الرياضية بسويسرا، مشيرا إلى أن التنسيق كاملا بين نقابة المحامين ومجلس إدارة النادي المصري لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأصلية. طيب، ننتقل إلى آخر موضوع، هل لديك تفاصيل جديدة في الحريق الذي شب في كنيسة بور فؤاد؟ للمرة الثالثة خلال 40 يوما شب حريق محدود بدار العائلة المقدسة للخدمات الملحق بكنيسة الأرثوذكس بمدينة بور فؤاد، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه خلال أقل من نصف ساعة. والمثير للدهشة في هذا الحريق أنه الثالث من نوعه خلال 40 يوما، والتقرير المبدئي للحماية المدنية يؤكد أنه ماس كهربائي، ويؤكد الجميع المسؤولين في دار الخدمات أنه لا علاقة لأي شبهة جنائية. وحتى الآن ما زالت التحقيقات جارية لاكتشاف السبب الحقيقي وراء الحادث الثالث خلال 40 يوما الماضية. إذا أشكرك جزيل الشكر الصحفي أحمد الجمال، كنت معنا من محافظة بورسعيد. أشكرك.